بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فإن ما يجري من حولنا يجعلنا نتحدث عن الكورونا شئنا أم أبينا، ولكن بما أننا مسلمون مؤمنون بالله الواحد الأحد يجب أن نعلم أن هناك رسالة، الرسائل أرادها الله سبحانه وتعالى أن تصلنا عبر إرسال فيروس كورونا الذي هو جند من جنود الله تعالى، والله أعلم. يقول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد لا أستطيع أن أدرك جميع الرسائل التي أرادها الله سبحانه وتعالى من إرسال هذا الفيروس، ولكنني استشعرت في هذه الفترة بسم الله العظيم الملك القهار الجبار الرحمن الرحيم. الكورونا خلق من خلق الله تعالى العظيم الملك، سلطه الله على العالم، فنحن نرى استنفار الدول العظمى وغيرها للقضاء على فيروس لا يرى بالعين المجردة، وهي غير قادرة على ذلك. امتلأت القلوب رعبا منه، وخاصة تلك التي ليس لها صلة بالله تعالى. هو فيروس ممرض لأجساد البشر، لكنه والله قد يكون دواء لقلوبنا وقلوبهم. هو علاج لغفلة المسلمين وبعدهم عن الله تعالى. هو علاج لتلك الأمراض التي أصابت القلوب من كبر وحسد وعجب وشرك خفي وغيرها. قد يكون هذا الفيروس جاء ليصحح مسارنا وليقول للعالم أجمع ما جاء في الآية الكريمة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قد نكون حرمنا من المساجد والجمعة والجماعة لنصحح نياتنا ونجعلها جميعها لله تعالى، لنشتاق إليها بعد أن كان البعض منا يتذمر من إطالة الخطبة أو حفظ القرآن أو حضور الدروس أو غير ذلك، ونراه في نفس الوقت أغلق جميع أماكن الفجور والفسوق والمعاصي، وكأن الأرض استنجدت بربها لينقذها من معاصي البشر التي أثقلتها. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أحبتي، كأن الكورونا جاء ليقول لنا: على رسلكم، تنبهوا واستفيقوا. وهذه بحد ذاتها رحمة من الرحمن الرحيم الذي أرسل ينبهنا قبل فوات الأوان، قبل أن لا يكون توبة، قبل أن لا يكون عمل. نحن هنا في الدنيا على قيد الحياة، ما زال لدينا الكثير لنقوم به من خدمة لدين الله ونشره والأعمال الصالحة، فلنصحح المسار ولنلجأ للملك الرحيم، فإليه يرجع الأمر كله. يقول الله عز وجل: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. لقد فرغنا الله تعالى من أشغالنا ودراستنا وجميع ما حولنا، فلنعبده ولنتوكل عليه ولنضاعف جهودنا، فكورونا بأمر الله سيمضي، وتبقى المواقف والآثار والأعمال في هذه الفترة شاهدة على ما فعلناه وما فهمناه من رسائل الواحد الأحد الملك العظيم، والحمد لله رب العالمين.